قانون مهم لسائقي أوبر وليفت وعمال توصيل الطلبات في مدينة نيويورك. مشروع هذا القانون وافق عليه مجلس مدينة نيويورك سيتي كونسل امبارح، وسيذهب إلى العمدة على الأغلب العمدة القادم لتوقيعه ليصبح قانون نافذ خلال 2 إلى 3 أشهر على الأغلب. هذا القانون مهم يحمي سائقي أوبر وليفت وعمال توصيل الطلبات مثل الدورداش من عملية إغلاق الحسابات بشكل تعسفي اللي هي دي اكتيفيشن. الآن هذا القانون بيحميهم، وبطلب من الشركات توضيح أسباب إغلاق الحسابات. يعني هل في سبب مقنع لإغلاق هذا الحساب؟ إذا في تجاوز على السياسات، سياسات العمل أو العقد ما بين السائق على سبيل المثال وهذه الشركات، وبيعطي حق للسائقين انهم يستأنفوا قرار اغلاق الحسابات او قرار الدي اكتيفيشن. هذا مهم جدا لانه في مئات الالاف من سائقي اوبر وليفت وعمال توصيل الطلبات في نيويورك بسموهم الجيج وركرز. هذولا الآن محميين لأنه وظائفهم في خطر، في أي لحظة أوبر وليفت بتسكر وظائفهم، تقطع مصدر رزقهم، وهو طبعا مصدر رزقهم ممكن يكون هو الوحيد. هذه في حماية لسائقي وعمال الدليفري داخل مدينة نيويورك فقط. يعني سائقي نيويورك اللي حاملين للتي ال سي لايسنس، تاكسي اند ليموزين كوميشن، هم اللي بيصير عليهم هذا القرار. خارج مدينة نيويورك لا يشملهم طبعا هذا القرار، وهذا مهم جدا، وفي انتصار طبعا للعاملين في هذا المجال.